تعرف ايه اللي بيفرق الاغنياء عن الباقي؟ بعد ما ذاكرت اكتر من 20 شخص من اغنياء العالم عرفت ايه الصفات المشتركه بينهم. اول فرق انهم خدوا النصيحه من الناس اللي عاشت التجربه، مش من اللي بيتكلم عنها بس. ولو نفسك تبقى من الاغنياء ركز في 3 حاجات، والحمد لله انا شخصيا بدات اعملهم. اولا انك فعلا تشتغل على نفسك وتعرف اكتر عن الفلوس، وعندك ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده زي مثلا البيج بتاعت اي اف جي هيرماس 1 وغيرها. تاني حاجه وركز فيها عشان خاطري اتعلم تدير فلوسك حتى لو 1000 جنيه، لان اللي مش هيعرف يدير 1000 جنيه مش هيعرف يدير مليون. وتالت حاجه استثمر. استثمر يا عم، مش لما يبقى معايا فلوس استثمر، لا انت بتستثمر عشان يبقى معاك فلوس. كل اللي عليك تعمله انك تعود نفسك ان كل شهر بتحط جزء من مصروفك في البورصه حتى لو 10%، وواحده واحده في الاول وبعد كده زود. فانت لو سنك من 15 ل 21 سنه الف مبروك يا عم. النهارده ولمده 30 يوم ابلكيشن اي اف جي هيرماس 1 عامل ان هو مش هياخد منك اي عموله على الاستثمار، يعني الربح كله بتاعك. كل اللي عليك ان انت تبدا حتى لو 100 جنيه بس في الشهر هتفرق بجد. عايزك كده كمان سنه تبص على ال 100 جنيه اللي انت كنت مستهتر بيها دلوقتي، شايفها كنت مستهتر، بص عليها كمان كام سنه وانت عامل ثروه كبيره. المهم لو عايز تشوفني بجرب طرق ثانيه بتجيب فلوس اعمل لي فولو.